اهلا بيكم في تاني درس من دروس كورس القراءة المستوى المبتدئ. الكورس ده دوره انه يمرنك على القراءة والتحدث وكمان الجرامر، ويزود حصيلتك اللغوية، وينمي قدرتك على تكوين جمل من تأليفك. وانت بنفسك بإذن الله هتتفاجئ في آخر الكورس ده بقدرتك على تكوين وفهم الجمل الإنجليزية اللي كانت من قبل كده صعبة عليك وصعب انك تفهمها او انك تكونها في عقلك اللاواعي من غير ما تفكر. بعد الكورس ده بإذن الله هتكون سهلة عليك. يلا بينا نبدأ بس بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كرولوس ودي قناة ديميستيفاي انجلش. أنا هفترض إنك شفت حلقة المقدمة من الكورس ده لأني شرحت فيها كل شيء أنت ممكن تحتاج تعرفه عن الكورس، لأني مش هينفع كمان ولا منطقي إن أعيد في كل مقدمة درس نذاكره إزاي أو تتابعه إزاي أو إيه الهدف منه. بالشكل ده هزهقك معايا. الكورس ده لازم كمان يتشاف من الأول، ما ينفعش تبدأ فيه من النص لأن حلقاته بتبني على بعض. هتلاقي حاجات أنا شرحتها قبل كده مش هينفع أعيد فيها تاني عشان برضو ما زهقكش معايا، فالحلقات بتبني على بعض. وكمان ما تنساش تحمل ملخص الحلقة اللي هو على شكل ملف PDF مجاني عشان تذاكر منه وتحل الأسئلة علشان تتأكد إنك فهمت الدرس. هات ورقتك وقلمك وشاكل جميل ويلا نبدأ الدرس. الأول هنبدأ بالكلمات اللي هتظهر معانا في القصة كالعادة، ولكن قبل ما نبدأ حابب أعرفك على حاجة اسمها phrasal verbs. طبعا مش مهم المسميات، بس هتسألني وتقولي هي ايه الphrasal verbs دي؟ هقولك هو فعل بيتكون من فعل وحرف، يعني فعل ومعاه حرف جر، وممكن اسم أو صفة، وليه أكتر من شكل. لكن احنا هنا هناخد اللي يخصنا، وهو لما يجي مع حرف جر مثلا زي up, down, off, in, out وهكذا. على فكرة مش عايزك تفتكر ان الموضوع صعب، ركز وهتفهم كل حاجة بعد شوية. وتعالى كمان اديلك مثال عشان تفهمني اكتر. الفعل ده I go. الفعل ده لوحديه كده معناه انا اذهب. مثلا I go to school every day. يعني أنا أذهب إلى المدرسة كل يوم. كلمة every day يعني كل يوم. لكن نفس الفعل ده لو حطيت له حرف جر معناه هيتغير. مثال عشان تفهمني أكتر. I go out. الفعل ده ليه معاني كتير. من أحد معانيه إنك تخرج من المكان اللي أنت فيه. مثلا I go out to play بمعنى أنا أخرج للعب أو لألعب، اللي هو أنا بخرج عشان ألعب يعني. هتخرج منين بقى؟ أقولك معرفش، على حسب أنت كنت فين، مثلا في البيت ولا المدرسة ولا المكتب وهكذا، يعني على حسب المكان اللي أنت فيه. شوف الفيديو ده كده وارجع لي. She's going out with me, cat. She's going out with me, cat. She's going out with me, cat. Wearing makeup like she's going out. الكلمة اللي معانا بعد كده ودي برضو فعل هي run around. الفعل run لوحديه يعني يجري، ولكن مع وجود around بقى يجري حول ايه يعني؟ مش فاهم. هقولك المكان او داخل المكان، ولكن يجري رايح جاي طول عرض، جري في كل مكان من غير هدف واضح. يعني مثلا تشوف طفل بيلعب او بيجري في المكان، طالع نازل جري في كل مكان مش موقف، فتقول he runs around يعني هو بيجري في المكان. ولو شفت الحلقة اللي فاتت فانت اكيد عارف ليه حطينا اس للفعل او ضفنا صوت الاس للفعل. شوف الفيديو ده كده وارجع لي. She's running circles around her. Running around scaring each other. الفعل اللي بعد كده هو fall down يعني يسقط. عارف لما تكون بتجري وبعدين لا قدر الله تقع؟ اهو ده معنى الفعل. فممكن اقول I don't want to fall down يعني لا اريد ان اقع. كلمة I don't دي اختصار ل I do not، لكن احنا طبعا بنختصرها وبنقول I don't، وهتلاقي ناس بتختصرها اكتر وتقول I don't كده I don't كأنها مكتوبة بالشكل ده. شوف الفيديو ده كده وارجع لي. Candy falls down now. The poor putty cat for down. الفعل اللي بعد كده هو cry
يعني يبكي. مثال: She cries a lot. She cries a lot يعني هي تبكي كثيرا. كلمة a lot كلمة واحدة على فكرة. a lot معناها كثيرا. ولو ملاحظ ان الفعل اتغير والإضافة ما بقتش بس حرف الاس، بما اننا بنضيف صوت الاس للفعل، هقولك احنا بنضيف صوت حرف الاس للفعل المفرد. صوت الاس مش حرف الاس. يعني الإضافة ممكن تكون حرف الاس، ولكن ممكن تكون زي هنا ما غيرنا حرف الواي خلينا IES. بس ما تقلقش، كله جاي بإذن الله في كورس القواعد، وهندرس بالتفصيل قاعدة إضافة صوت الأس للفعل لما يكون مفرد. شوف الفيديو ده كده وارجع لي تاني. Don't cry. Don't cry. Don't cry. She's crying, guys. Cassidy is crying. She's crying, guys. Cassidy is crying. She's crying, guys. Cassidy is crying. الكلمة اللي بعد كده ودي اسم هي nurse يعني ممرضة أو ممرض. مثال: She is a nurse. She is a nurse يعني هي ممرضة. شوف الفيديو ده كده وارجع لي. Where's the school nurse? Where's the school nurse? Where's the school nurse? Can somebody get a nurse for this nurse? Can somebody get a nurse for this nurse? Can somebody get a nurse for this nurse? الكلمة اللي بعد كده هي friendly أو friendly. عارف لما بتوصف حد وتقول عليه شخص ودود؟ أهو ده معنى الكلمة، شخص ودود أو شخص لطيف. friendly. مثال: My manager is very friendly. My manager is very friendly يعني مديري ودود جدا. كلمة very يعني جدا، وطبعا manager يعني مدير. شوف الفيديو ده كده وارجع لي. She is friendly and kind. She is friendly and kind. She is friendly and kind. That's very friendly of you. That's very friendly of you. That's very friendly of you. الكلمة اللي بعد كده هي bandage اللي هي الضمادة أو اللزقة اللي بنحطها على الجرح، بيكون شكلها كده. مثال: I removed the bandage. الفعل remove إنك تخلع حاجة أو إنك تشيل حاجة. remove. وطبعا في ID للفعل لأنه ماضي، برضو هتدرسها ما تقلقش. I removed the bandage يعني أنا أزلت الضمادة. جميل أوي لحد كده. تعالى بقى ندخل في القصة مع بعض، وما تنساش توقف الفيديو وتردد. She goes out to play. She runs around. She falls down. It hurts. She cries. She gets up. She goes to the nurse. The nurse is nice. She looks friendly. The nurse gives her a lollipop. It tastes good. The nurse gives her a bandage. She is okay now. She walks back to class. She goes out to play. She runs around. She falls down. It hurts. She cries. She gets up. She goes to the nurse. The nurse is nice. She looks friendly. The nurse gives her a lollipop. It tastes good. The nurse gives her a bandage. She is okay now. She walks back to class. She goes out to play. She runs around. She falls down. It hurts. She cries. She gets up. She goes to the nurse. The nurse is nice. She looks friendly. The nurse gives her a lollipop. It tastes good. The nurse gives her a bandage. She is okay now. She walks back to class. طيب انت كده وصلت لنهاية الحلقة. اتمنى يكون الدرس عجبكم، ولو عندكم اي استفسار او سؤال انا تحت امر الجميع. شكرا جدا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.